أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. إبراهيم الجابر يحييكم من ملعب الرئاسة العامة لرعاية الشباب. الملز لقاء الكبار، لقاء القمة المنتظر، الهلال بالنصر. لقاءات الفريقين لا تخضع لأي مقاييس. فريق النصر على الشاشة الآن: مضحي الدوسري، محسن الحارثي، عبد العزيز المليفي، خالد الفرحان، مصطفى إدريس. في الوسط إبراهيم ماطر، أحمد بن نصيب، عبد العزيز الجنوبي، يوسف فوفانا. وفي الهجوم أوهين كينيدي وحسين هادي. الهلال: تركي العواد في حراسة المرمى. في الدفاع أحمد الدوخي، حسن النمشان، عبد الله شريدة، سليمان الرشودي. في الوسط فيصل أبو اثنين، منصور الموينع، محمد لطف، حسين المسعري. في الهجوم يوسف الحيائي وروبرت سابا. الحكام واضح: عمر المهنا دولي حكام المباراة، عمر المهنا دولي، خلف البقعاوي وعبد الله العقيل أيضا رجال خطوط. ويراقب الحكم الرابع حسن البحيري، والمراقب الفني للمباراة عبد الرحمن بن دهام، والمراقب الإداري عدنان حمدون. بداية هذه المباراة وجو جميل، حضور جماهيري جيد أيضا من لمحمد لطف، بينية الموينع ليوسف، مقطوعة تتصلح لمحمد وبالنصيب وتتمرر إلى المسعري. محمد لطف في المرمى وخارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى، وفرصة ثمينة وذهبية لمحمد لطف من بين مدافعين النصر. شوف بيلعبها محمد لطف خارج الملعب. شودي بنقولها على الجناح الأيسر باتجاه محمد لطف، ولمسة يد من خالد الفرحان، لمسة يد من خالد الفرحان، وبطاقة صفراء من المهني. بطاقة صفراء لخالد الفرحان. ضربة حرة مباشرة للهلال. ضية من الحيائي للخلف للموينع، الموينع لفيصل أبو اثنين، فيصل لرشودي، وسابة على الجناح الأيسر، ورشودي بيتزحلق أيضا وبيلعبها رشودي وخطيرة وتعدي وفي المرمى. جول! يوسف الحيائي، يوسف الحيائي بيسجل الهدف الأول. الدقيقة 20 الحيائي بيسجل الهدف الأول. كرة ملعوبة جميلة من زمان الرشودي. زمان الرشودي بيصنع كرة جميلة أمام الحيائي وبين مدافعي الفريق النصراوي. وشوف سليمان الرشودي حطها، والحيائي بين المليفي وبين مصطفى إدريس بيسجل هدف الهلال الأول. بين اثنين من مدافعي النصر بيحطها الحيائي على يمين مضحي الدوسري. كرة جميلة ملعوبة من سليمان الرشودي. الحيائي في موقع مناسب وموقع من زمن شوط المباراة الأول. هدف للهلال. منقولة بالنصيب جميلة، حسين هادي وطالع تركي وبيحاول يعدي وضربة جزاء. شوف حسين هادي ماشي ومعاه تركي العواد، ومحاولة وإعادة من سعد الوسلام مخرج المباراة لضربة جزاء 18 وبيلعبها وفي المرمى. هدف التعادل، هدف التعادل من ضربة جزاء، هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 25 لمصطفى إدريس. هدف التعادل لمصطفى إدريس في الدقيقة 25 وهدف لهدف. شوف لعبها مصطفى بيمينه على يمين تركي العواد. ضربة جزاء ملعوبة من مصطفى إدريس في الشباك الهلالية، وهدف التعادل، هدف لهدف. الآن بدأ أيضا إلى الحيائي، إلى فيصل أبو اثنين،
منقولة باتجاه محمد لطف. سابا على الجناح الايسر بيحاول يمر، بيمرر الى محمد لطف. محمد يلعبها لسابا وسابا للطف، محاولات بينية وبيحاول يعدي لسابا، وسابا بتتمرر وفي المرمى جول! حسين المسعري الهدف الثاني لحسين المسعري. حسين المسعري كرة جميلة هلالية منقولة، كرة ملعوبة بين 4-5 نقلات. المسعري بيحطها على الهدف الثاني للهلال، الهدف الثاني من المسعري. شوف توبا بيمرر كرة جميلة للمسعري، والمسعري بيحطها في المرمى. الهدف الثاني من سابا اللي مررها للمسعري، والمسعري بيحطها في المرمى. الهدف الثاني كرات منقولة بين لطف وسابا، والحياي بيخليها للمسعري، والمسعري بيسجل هدف الثاني للهلال. هدفين للهلال وهدف للناصر. حسين المسعري كرة جميلة، ايش يريدها بيلعبها طويلة لمحمد لطف. محمد لطف بيحاول بالكعب، مدفوعة من محسن الحارثي، بنقولها على الجناح اليمين. ابراهيم عيسى لمحسن، محسن الحارثي بيخلص، وحسن نمشان وحسين هادي وفوفانا وفي المرمى. هدف التعادل لفوفانا، هدف التعادل ليوسف فوفانا من خطأ من دفاع الهلال. كرة ملعوبة وفوفانا بيحطها في سقف المرمى الهلالي. 2-2 وهدف التعادل. هدف التعادل لفوفانا في الدقيقة 17 من زمن. شوف المباراة الثانية، شوف منقولة بينية وبتلمس ايضا كل شريطة وحسن نمشان، وفوفانا بيلعبها في سقف المرمى بعد تمريرة جميلة من حسين هادي. فوفانا بيسجل هدف التعادل للناصر. حسين هادي بيصلحها فوفانا وبيحطها في سقف المرمى الهلالي. هدف التعادل 2-2. فرنانديز اللي هو مدافع ومهاجم واثنين وسط. فيصل بيعلي وتعدي في المرمى. الهدف الثالث للهلال، الهدف الثالث من خطأ من الدفاع النصراوي. كرة هدف ثالث للهلال بين المسعري وبين لطف، وهدف هلالي ثالث في الدقيقة 32. شوف كرة عالية وداخل، وكرة ايضا في محمد لطف من الدفاع النصراوي. كرة شوف مدافع وتلمس بتضرب ايضا في محمد لطف وفي المرمى النصراوي. والهدف الثالث الإعادة بالبطيء وبين المسعري وبين الهلال ب3 أهداف لهدفين للنصر. مبروك للهلال 3 نقاط وحظ أوفر للنصر. أعزائي المشاهدين على هذه اللقطات من مخرج المباراة سعد الوثلان، تحية لكم من محدثكم إبراهيم الجابر ومن كافة الزملاء الفنيين والمصورين لهذه المباراة. أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم إن شاء الله في مباراة قادمة، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.